من ضمن الصفقات المطروحه على النادي الاهلي هنبدا من اول خط الدفاع لغايه خط الهجوم. في خط الدفاع سريعا محمد عبد المنعم ده معروض بشكل اولي مبدئي، محمد عبد المنعم راجع. التاني محمود مرعي مدافع بيراميدز، ده هيكون في صفقه تبادليه ما بينه وبين اليو ديانج بيتكلموا فيها وكيل لاعبين ان احنا يبقى في صفقه تبادليه ما بين بيراميدز وما بين اليو ديانج. ولو على رايي انا لا بلاش، انا مش عاوز يا باشا كده، مش عاوز محمود مرعي اصلا، انا مش عاوز محمود مرعي اصلا. تمام. نيجي في خط الوسط، هيتم استرجاع عمر الساعي وهيتم استبداله بحمزه علاء، يعني حمزه علاء هيروح نادي المصري وهيرجع لنا عمر الساعي. طيب في الباك ليفت في 3 اسامي معروضين: يحيى زكريا، توفيق محمد، سيباريل ماكريكيس. اللاعب دوت اصله مصري، لعب في بروسيا دورتموند ولعب في شباب باير ليفركوزن. القيمه التسويقيه بتاعته 1.5 مليون يورو، 1.5 مليون يورو. اللاعب دوت في حته تانية خالص خالص. طيب في الهجوم في اسمين معروضين، واحد كونغولي هو اللي انت بتفكر فيه هو ده، والتاني اسد الحملاوي معروض برضو تاني بعد ما كان معروض هو بعد ما راح النادي بتاعه النادي الاهلي طلب. طيب المهاجم التالت، النادي الاهلي قال للمدرب لو انت عندك مهاجم محترم اعرض السي في بتاعه لينا واحنا هنراجع السي في، ولو خير تمام.